ثروة خيالية وأجرها في الإعلام مش بيكفيها لبس. اتجوزت وهي 16 سنة، والمرة التانية خبت جوزها علشان محدش يخطفه منها. هي قصة أشهر مذيعة سعودية دخلت الإعلام بالصدفة وقالوا عليها رمز الجمال العربي، بس هي اعترفت إن جمالها مش طبيعي. تفتكروا مين وإيه حكايتها؟ شوفوا الفيديو ده وانتوا تعرفوا كل اللي عاوزينه وأكتر. خليكم معايا للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. اتجوزت وهي عندها 16 سنة وانفصلت بعد 3 سنين وهي حامل في ابنها، ده غير بنتها الأولانية. بدأت حياتها المهنية بدري واشتغلت في كازابانكا في السعودية، وبعدين بقت إعلامية وما اتشهرتش غير لما قدمت برنامج صباح الخير يا عرب على MBC لمدة 8 سنين. ها، عرفتوا بنتكلم عن مين ولا لسه؟ بتكلم عن الإعلامية لجين عمران اللي اتولدت في السعودية سنة 1977 واتجوزت واحد من معارفهم وأخو واحدة من أعز صحباتها وهي عندها 16 سنة. لما اتسألت ليه وافقت تتجوز وهي صغيرة كده، قالت علشان هيبقى عندي بيت خاص بيا ومطبخ بتاعي وهلبس دبلة في المدرسة. بس بعد 3 سنين من الجواز حصلت خلافات بين لجين وجوزها وكانوا مش عارفين يتفاهموا واتطلقوا وهي حامل في ابنها سمير، وقبل سمير كانت خلفت بنتها جايلان. بس لجين ما ندمتش خالص على جوازها وهي صغيرة، وقالت لو الزمن رجع بيها تاني هتتجوز في السن ده علشان هي حابة فرق السن الصغير بينها وبين عيالها. لحد دلوقتي العلاقة بينها وبين أبو ولادها علاقة طيبة. هو بس طلب منها طلب أول ما دخلت الإعلام والشهرة، وقال لها ما تظهرش ولادها في الإعلام خالص، ده سر إن محدش يعرف حاجة عن أولادها، ومفيش أي صور للجين بتجمعها بولادها خالص. لجين ليها 6 إخوات من ضمنهم أسيل عمران المطربة، وباباهم كان عسكري، بس العسكرية ما أثرتش عليه خالص وكان حنين وطيب جدا مع أولاده، وده على عكس مامتهم واللي كانت شديدة معاهم لأبعد حد. بس ممكن يكون ده علشان هي اللي كانت شايلة المسؤولية على طول بحكم شغل جوزها وسفره، لدرجة إنهم كانوا مسميينها وزير الداخلية، وده زرع صفات كتيرة حلوة جوه لجين واخواتها زي الالتزام والمسؤولية والنظام. بس بعد ما لجين انفصلت عن جوزها قررت تشتغل وتوظفت في البنك السعودي الهولندي في الرياض سنة 1998. بس بعد فترة أهلها قرروا يتنقلوا للبحرين فنقلت إقامتها هي كمان، واشتغلت وقتها في سيتي بانك وبقت مسؤولة عن مركز تعليمي ترفيهي للأطفال. طب تفتكروا لجين دخلت مجال الإعلام إزاي وبقت مذيعة؟ هقول لكم. لجين ابتدت مشوارها في الإعلام عن طريق الصدفة. في يوم من الأيام استضافوها يصوروا مع حلقة في تلفزيون البحرين، والمخرج انبهر بثقة وأداء لجين كضيفة، خصوصا أنها كانت أول مرة تطلع على الشاشة، وعلى طول لعبت الصدفة لعبتها وعرض عليها المخرج تبقى مذيعة، ولجين وافقت على طول. قدمت برنامج بمناسبة يوم المرأة العالمي، وده كان بداية مشوار لجين الإعلامي، وبعدين بقت تعمل برامج ناجحة كتير. بس اللي كان نقطة تحول في حياتها والسبب في شهرتها هي لما اتنقلت لقناة MBC واللي قدمت عليها برنامج صباح الخير يا عرب، واللي استمرت في تقديمه لمدة 8 سنين. بس لجين قالت ان مصدر ثروتها دي كلها مش من الإعلام خالص، وقالت ان شغلها في الإعلام ما بيقضيش تمن لبسها. امال مصدر ثروتها دي كلها منين؟ غير شغلها كمذيعة، لجين كانت واحدة من ابرز الوجوه الإعلانية لماركات عالمية كتير، وده اللي خلاها تكون الثروة دي كلها على مدار شغل 20 سنة متواصلة. ده غير شغلها في العقارات واللي بيكسب قد كده، لحد ما وصلت ثروتها ل 13 مليون درهم إماراتي، يعني أكتر من 3.5 مليون دولار. يعني ثروتها دي كلها ما جمعتهاش من جوازاتها زي ما ناس كتير كانت بتقول. وبالمناسبة الجوازة التانية للجين محدش يعرف عنها حاجة، ولا حتى حد يعرف مين هو جوزها غير إنه شخص خليجي وبس، ده علشان لجين خافت ان حد يخطفه منها زي ما حصل مع واحده صاحبتها قريبه منها. وكمان دي كانت نصيحه الفنان حسين الجسمي ليها لما قال لها لو عاوزه حياتك الزوجيه تستمر ما تنشريش حاجه عنها عن السوشيال ميديا. لجين صريحه لابعد الحدود واعترفت بنفسها ان جمالها مش طبيعي وانها عامله عمليتين تجميل، واحده في مناخيرها والتانيه في شفايفها، وقالت انها بتلعب رياضه وماشيه على نظام اكل صحي جدا.